صباح الخير. انا عارفه انه هيبقى فيديو صدمه، بس تعالوا نشوفوا الوسخ ده بيقول ايه وهنرد عليه ازاي. هاي حدود المصريين. رياض حدود مين؟ هاي حدود المناكب العريس. حدودنا هاي الحدود. زق زقها. مصر. هاي حدود مصر يا احنا شباب. بعد عن حدود مصر اقل حاجه 20 متر، عشان ما نبالغ أيوه. 20 متر اقل حاجه. هذا لا انا بدي اروح يا بيه تحولنا سينا مشان الله، زهقنا. بجيب منهم معلق. عايزه اقول لك يا ابن 60 كلب ان اللي يتقال عليهم اللفظ اللي انت قلته على المصريين هم امثالك، اللي زي التيران كده، واول ما تتعمل طلقه واحده يجروا ويسيبوا عيال واطفال وصغيرين وستات وكبار في السن عشان ينجوا بنفسهم. عايزه اقول لك ان اللي زيكم يعني افضل وسيله وخير اعلان عن قضيتكم. طول عمركم كده، لسان طول كده وقله ادب وسفاله وفجر، طول عمركم كده. فيعني احنا لا، وبتقولها بقى يعني عادي، يعني انت بتقول دي حدود المصريين اللي مش عارف ايه. يا وسخ، اللي زيك كان يموت نفسه عشان ما يسيبش بلده للصهاينه. يا وسخ، ده انت لو جندي صهيوني واحد وقفك وقال لك اقلع البوكسر هتقلعه. يا وسخ، يا اللي سبت امك واخواتك الصغيرين وجريت عشان تنفد بروحك، بتقول لنا احنا كده؟ طب وانا مستغربه ليه؟ هو بصراحه كنا نسمع انكم بتشتمونا، بس اول مره بقى نشوف الوساخه والبجاحه والفجر على اصوله من ناحيتكم. يعني سنه 79 السادات قال لكم تعالوا مينا هاوس واقعدوا علشان خاطر يبقى لكم دوله. لا، ازاي؟ كان ردكم علينا انكم قتلتم يوسف السباعي وزير الثقافه المصري في قبرص، اغتلتوه. انتوا ما تقدرش تقف قدام جندي صهيوني يلا ولا اسرائيلي تقدر تقول له كلمه من اللي انت قلتها. عارف ليه؟ لانه هيديك بالجزمه. لا، ده حتى جزمته هيحس انها اتوسخت، فهي رصاصه يا اما يدهسك. انما قله الادب على مصر وعلى الدول العربيه، ده انا حتى ما شفتكمش بتشتموا الصهاينه. يا وسخ يا عرس، ما شفتكش بتشتم الصهاينه اللي يعني فضحوكم، اللي داسوا كرامتكم، ما شفتكمش بتشتموا. ما فيش اي حاجه. يعني سواء انت كده في الداخل ولا الاوساخ المعرصين فلسطينيين الخارج اللي بيبقى لزق قاعد لزق كده جنب اسرائيل يهودي وعارف انه هو صهيوني وعارف انه هو بيدعم اسرائيل وبيدعم قتل ولادكم، وما بيقدرش يطلع يتكلم عليه. كل اللي بيطلع يقدر يقوله انه يشتم مصر. لا يا روح امك، منك ليه؟ احنا كنا مؤدبين ومحترمين، بس بامانه ربنا انتم ليكم الفضل انكم تطلعونا بقى، يعني نعرف نرد عليكم بلسانكم. تعالى يا عرس، ده انت كان بيتقال عليكم القضيه الفلسطينيه هتفضل لاخر فلس خليجي والاخر جندي مصري، واسمكم كده فلسطين. يعني انت اولكم فلس واخركم طين على دماغكم. جاي بتشتمنا احنا؟ والشتيمه ديت يا خول، الشتيمه دي تنطبق عليك وانت طول بعرض كده زي الطور وسايب بلدك ورايح تشتم بلد تانية بتساعدك. ده احنا بنأكلك يلا. ده الكهرباء اللي الوسخ اللي جنبك شاحن بها موبايله من المولدات بتاعتنا، النت اللي انت مشغله من النت بتاعنا المصري اللي دخلكوا 1000 رغيف عيش، ربنا عالم جاب فلوسها منين علشان يطعمكم يا شوية خوالات يا معرصين. تيجي في الاخر وتشتمونا احنا؟ محدش فيكم بيقدر يطلع يشتم دولة خليجية. عارفين ليه؟ علشان عارفين ان انتوا رقبتكم تحت جزامهم، وعشان هم قدموا كتير بصراحة، يعني قدموا فلوس كتير. انا واحدة من الناس كنت اعرف ان الدول دي كانت بتبعت ملايين الدولارات لحساب ياسر عرفات. راحت فين الملايين دي؟ تتنعم بيها بنته زهوة في باريس، دي ما بتعرفش تتكلم كلمتين عربي على بعض. بنت زعيمكم اللي شفط فلوسكم وخلاكم بالمنظر ده. ده الدول العربية ومصر سنة 91 ما صدقوا عملوا لكم دولة في اتفاق أوسلو، النص في الضفة والنص في غزة. ما قدرتوش تعيشوا، ما قدرتوش تعيشوا من غير إرهاب. هوب راحت حماس مقتلة في فتح. ياض ما دام معاك نت كده ادخل على الصور بتاعت حماس وهي بترمي الفلسطيني اللي هو من فتح من فوق الاسطح، انها بتقتلهم بدم بارد. طول عمركم تعابين بتاكلوا في بعض واحنا بنتفرج عليكم، شايلين خراكم وشايلين قرفكم يا اوساخ يا عرر يا معرصين، ومع ذلك ما بنقولش اه.
عشان خاطر العيال الصغيرين اللي انتوا بتتاجروا بيهم، زيكم زي الصهاينه تاجروا باكذوبه الهولوكوست، ولا اذا كان ربنا الاعلم اذا كانت حقيقه، وانتوا بتتاجروا بصور يا قلب الاطفال العيال اللي هم ضحايا الغارات الاسرائيليه والستات اللي ماتوا. عرس زيك كده ما حقوش يفتح بقه خالص، حقه يروح على بلده ويفخخ نفسه ويفجر نفسه بيهم، زي التفخيخات والتفجيرات اللي انتوا كنتوا بتعدوا الحدود تموتوا جنودنا بيها. يا شوية أوساخ، ده لغاية سنة فاتت ده انتوا كنتوا بتبعتوا من أنفاقكم العيال يقتلوا جنودنا. ده في فيديوهات لشوية أوساخ زيكم فلسطين أما اتقبض عليهم يقولوا لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ انت ازاي تبقى فلسطيني وداخل تقتلني؟ نيجي بقى للعرس الخول اللي جنبك اللي ها بيضحك قوي ويقول لك يا مصريين افتحوا لنا سينا من شان الله. زهقنا. زهقت مين يا خول؟ زهقت مين يا عرس؟ زهقت انك تدافع عن ارضك، عن عرضك، عن شرفك؟ الله مين اللي انت بتتكلم عليه؟ انتوا ليكم الله غير اللي احنا نعرفه؟ ده ربنا بيقول لك اللي بيموت دفاعا عن شرفه وارضه وعرضه بيكون شهيد. انما انتوا ما تعرفوش كده. وسينا مين هي؟ يلا نديها لك ولا نفتحها لك؟ نديك حته لقمه يا خول يا اللي كتفك يجر طاحونه على راينا احنا في الفلاحين. ده انت زي الطور. نديك سينا بتاع ايه ولا سينا ديت مهرها اندفع غالي من دم ولادنا على مدى من 48 لغايه النهارده. مهرها دم ولادنا. عملت ايه يا خول عشان بلدك عشان احنا نديك سينا؟ نديك سينا ليه؟ انت زيك زي الاسرائيلي بالنسبه لنا. انتوا بقيتوا كده بالنسبه لنا. فيديوهاتكم بننشرها علشان الناس المغيبه اللي قاعده حاطه كده صور وعلم فلسطين تعرف انكم يا شويه اوساخ مش هيهدالكم بار غير لما تقتلوا المصريين وتخشوا تحتلوا بلدنا. وده بعدكم.